مساء الخير على حضراتكم أعزائي مشاهدين قناة المنتدى المصري من إيطاليا. استأنفنا العمل في قناة المنتدى المصري، والنهاردة بإذن الله هنتكلم باستفاضة عن المشكلة الفلسطينية والقرارات اللي عملها أو أخذها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجالات الأمن القومي والحفاظ على دولة مصر. معنا النهاردة ضيوفنا في القناة الأستاذ أشرف فوزي، الأستاذ ياسر المنسي، الأستاذ وائل عبد القادر. أهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا النهاردة القضية الوحيدة اللي في العالم اللي بتشغل الرأي العام القضية الفلسطينية، واحنا النهارده بنقول نعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القرارات اللي اخذها وفي حفاظه على دولة مصر وحفاظه على الامن القومي المصري وحفاظه على الجيش المصري بعدم دخول او فتح معبر رفح لعبور او بمعنى اصح لتهجير المصريين اللي موجودين الفلسطينيين اللي موجودين في دولة فلسطين، ودي تعتبر دولتهم منذ التاريخ. طلب السيد عبد الفتاح السيسي بالأمر ان هو يمنع التهجير، طبعا اتخاذ قرارات اللازمة في المجتمع الدولي ان هم يدخلوا في نطاق وقف إطلاق النار أو حل القضية الفلسطينية بين الدولتين فلسطين وإسرائيل، لتكون هذا حفاظا على أرواح البشر. حضراتكم للادي احنا بنتكلم في هذه القضية، إن شاء الله نسمع منكم آرائكم المجدية اللي هتكون هادفة إن شاء الله، وهنكون احنا عيون برضو لجمهورية مصر العربية في الخارج، ان احنا من شاشة قناة المنتدى المصري بنقول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا معاك وهنفضل معاك، وبنحس كل الشعب المصري ان ينزل الانتخابات، ينزل عشان يقول رأيه ويقول كلمته، لان الوقت اللي احنا فيه النهاردة محتاج فعلا لتطوير المراحل وكل الحاجات اللي هي بتحصل، والتنمية والاقتصاد وكل شيء عملوا لازم يكملوا في هذه الحلقة. معنا أستاذ أشرف فوزي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. طبعا مساء الخير عليكم جميعا، وطبعا أنا ما عنديش كلام أقوله غير إحنا بنساند السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل قرار نفذه، وطبعا ده قرار صائب جدا. وانا كمغترب في ايطاليا معاه، وبناشد كل المغتربين في العالم ان احنا فعلا لازم نساند الرئيس في كل قراراته، لان احنا يعني بننادي بعدم التهجير للفلسطينيين باي شكل من الاشكال، لان معنى التهجير معنى ان فلسطين خلاص راحت. فطبعا احنا معاك يا ريس، وباذن الله دايما مكملين مع بعض. الاستاذ ياسر مساء الخير. مساء الخير. احنا نسال سؤال برضو كده، هل جمهوريه مصر العربيه او مصر هتدخل حرب ضمن الحروب اللي حاصله في الشرق الاوسط بين فلسطين الشعب الفلسطيني وبين اسرائيل، ولا وجهه نظرك هتكون يعني مختلفة؟ طبعا نتمنى ان احنا طبعا بنستبعد دخول مصر الحرب في الوقت الحالي، وخصوصا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحتكم للحكمة والرأي الصائب، لان معنى دخولنا النهارده حرب مع اسرائيل عشان غزة هيدمر حاجات كتير، واللي هيتضر فيها في الاول وفي الاخير الشعب المصري. طبعا دي كانت الخطه اللي هي عايزين يسحبوا بيها مصر للحرب داخل الاراضي المصريه لاحتواء سيناء والاحتلال الفلسطيني لسيناء. ده مخطط عاملاه امريكا واسرائيل عشان هي
تجر الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري لحرب هم عايزينها، مش احنا اللي عايزينها. هم عايزين مصر تخش الحرب ديت عشان يدمروا حاجات كتير. اولا الشعب والجيش المصري هم اللي باقيين من الدول العربيه كشعب وجيش متماسك وكدوله متماسكه. لو راحت مصر النهارده او جيشها راح، مش هيبقى فيه جيش عربي موجود يدافع عن الامه العربيه بالكامل. العراق راحت. طب هل الوضع اللي موجود في الشرق الاوسط بالنسبه للدول العربيه، هل هم حاسين بهذا الخطر؟ يا ريس الدول مصر لو يا ريس هقول لحضرتك حاجه. الدول العربيه ودول الخليج بالذات بتحارب مصر اكتر من اسرائيل بتحاربها. سيبك من المساعدات اللي هي بتتقدم لينا والديون اللي هي متاخره والودائع بتاعتهم والكلام ده، لا. اول شريك اساسي لاسرائيل على مستوى الدول العربيه الامارات، بيليه السعوديه، بيليه الكويت. انا بتكلم مش عايزين تسميات للبلاد، ولكن احنا بنتكلم على يا باشا فهمني الدول العربيه. يا ريس يا باشمهندس لو سمحت ادينا اتكلم بس بعد اذنك. الدول العربيه النهارده الجيش الوحيد المتماسك مين في الدول العربيه بالكامل؟ مصر. طبعا. الجناحين بتوع مصر اتكسروا، الا وهي العراق وسوريا. صح؟ طبعا. دول الثلاث جيوش اللي كانوا موجودين على مستوى العالم العربي اللي كانوا بيدافعوا عن الامه العربيه بالكامل. سوريا، العراق، مصر. طب هم دمروا جيشين، باقي جيش واحد الا هو الجيش المصري. في نفسهم بيستفزوا دلوقتي في الرئيس، استفزوا مره واثنين وثلاثه وعايزين يجرونا الحرب دي. ليه؟ احنا عشان ندمر الجيش المصري وندمر مصر. ناخد من اخر حته كده الاستاذ وائل. انا يعني شفت القمه اللي عملوها، القمه العربيه، وشفت يعني سلبيات كتيره. فايه رايك في هذا الامر؟ اذا كان هذا فعلا سلبيات بالنسبه للدول العربيه في اتخاذ موقف ضد العزل في غزه الفلسطينيين والاحتلال الاسرائيلي اللي هو النهارده بيدمر كل اخضر ويابس في جمهوريه في فلسطين، او بمعنى اصح في غزه في الضفه الغربيه. النهارده احنا بس عايزين نتكلم ونشوف هل كان في ايجابيات من اجتماع القمه اللي عمله وعقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، ولا وجهه نظرك ورؤيتك في هذا الامر؟ والله يا استاذ مجدي، عشان نتكلم على ايجابيات المساله تبقى صعبه شويه. ان هو حتى البيان ختامي ما حصلش، ما كانش موجود. فبالتالي انا بعتبره انه اجتماع كان سلبي للغايه، بغض النظر عن التصريحات البيان اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا. فده طبعا يدل على عدم اهتمام، مش عدم اهتمام، مصالح دول الخليج زي ما قال الاستاذ ياسر. مصالح الدول الخليج مع امريكا واسرائيل بقت فوق ما تتصور. وعلشان تكتمل المؤامره، وانا بضم فيها برضو زي ما قال الاستاذ ياسر ان الدول العربيه موجوده، خصوصا دول الخليج شد خطر والله من اسرائيل، خطر طبعا. فانت علشان عندك جيش قوي، فالخواجه بتاع امريكا والخواجه بتاع اوروبا ما قدرش يخش بلدك عشان انت عندك جيش قوي. دور على ايه؟ دور على يشوف ارهابيين ويدخلهم لك بلدك علشان يخرب فيها. بعد كده ما فشل حتى في الموضوع ده، لان مصر اتصدت للارهابيين فعلا بشكل فوق الرائع. بعد كده حب يعمل فتنه بين طوائف الشعب وجماعه، بلاش كلمه طوائف الشعب عشان ما تتفهمش غلط. الناس بينهم وبين بعض مش عايزين نتخلل مجال الكلام اللي احنا بنتكلم فيه بالظبط كده. ما هو علشان اوصل لكده فهم كانوا عايزين ان مصر تبقى زي العراق وزي سوريا، وده طبعا فشل. زي انا بس عايز النهارده يعني طبعا من هذا المنبر بحيي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجهوداته القويه اللي هو قدر يتوصل بيها ان يفتح معبر رفح ويدخل اعانات
للإخوة الفلسطينيين في قطاع غزة. احنا طبعا دي موقف محدش هيقدر يتكلم فيه، لأن فعلا هذا موقف صارم وحس وواجب علينا، واجب يا علينا. باشمهندس، ده قائد عسكري ما- قبل ما يكون رئيس، ده قائد عسكري، فلازم يستعمل العقل والحكمة ازاي يحافظ على ابناء الشعب المصري وعلى الجيش المصري وعلى الحدود المصرية. هو ده اللي بيقوم بيه السيد الرئيس دلوقتي، فاحنا طبعاً. بنحييه واحنا وراه ان شاء الله. طبعا اللي احنا بنتكلم فيه اكتر ان ما يحدث في قطاع غزة يفوق الخيال، لم يحدث من قبل في اي حروب في العالم، لان اللي بيحدث اباده جماعيه سواء اطفال او كبار او كهول او شباب او سيدات او نساء، يعني احنا مستعين لهذا الحدث. طب سؤال معلش يا باشمهندس انا اساله لحضرتك. اتفضل. معلش، وبساله للاخوه الاستاذ وائل، استاذ اشرف، لحضرتك. طب ايه اللي بعد كده، بعد الاباده دلوقتي للشعب الفلسطيني في غزه، ايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ هو السيد الرئيس كان حس يعني معلش، هو بقرارات. سؤال دلوقتي بنساله. طيب وبعد الاباده وبعد الحرب العالم هيستفاد ايه بعد كده؟ ومنتظرين ايه من مصر ان هي بس تعملها؟ اقول لك هو مستفيدين ايه بعد اذنك يا باشمهندس؟ انا بقول لك اهو، السؤال ده يعني عايزين نساله للعالم مش لينا ما احنا. هو للعالم حاليا دلوقتي هم بعد الاباده للشعب الفلسطيني هم عايزين ايه؟ ما هم اللي عايزينه بالظبط كده، عمليه تهجير كامله من الاراضي الفلسطينيه لمصر، للاستيلاء عليها، وفي نفس الوقت عدم مش على هيحصل. الدوله الفلسطينيه. ما هو مش هيحصل. بيعملوا ضيق بيضيقوا على مصر ما- الحاله الاقتصاديه. وخلي بالكم لو ما كانش الرئيس بتاعنا ماشي في الصح ما كانوش وقفوا قدامنا، لان دلوقتي بيحاربونا في قناه السويس وعايزين يعملوا حاجات كتير. ده بيساومونا بديوننا. ما انا بقول لحضرتك ده كله عشان احنا يعني ماشيين في صح. اكتر من كده، إحنا يعني ماشيين صح. بتساوم ده حتى بلد البلاد بديونها العربية. انك تسد ديونها عشان تتنازل عن الوضع قطعه من ارضك. الوضع الحالي اللي احنا عايشينه في قطاع غزة وضع مسيء جدا وسيء للغاية. انا مش عارف وبسأل الجميع ليه المجتمع الدولي فين الامم المتحده من لحد سنين؟ النهارده بقالنا ما كام سنه؟ اتخذش قرارات الامم المتحده فين؟ من سنة 48 كانوا في قرارات للامم المتحده فين الاعتراف في قرارات ان يعترف بعد بالدولة 48 وبعد الفلسطينية. 67 مع ان فين؟ الدولة الفلسطينية قائمة منذ الازل ماشي، فين القرارات دي؟ انها دولة فلسطين. مين التزم بيها؟ وكل من يسكن فلسطين كان هو قوم اسرائيل او بني اسرائيل، فكانت بقاع الارض تعترف بالدولة الفلسطينية كدولة منذ الازل. ما كانش في اسرائيل. النهارده يعني احنا على ارض الواقع زي ما بنشوف الحاجات اللي بتحصل، ضرب مستشفيات وابادات طب ليه؟ احنا اللي طبعا عارفين ان هو في طبعا حاجات مخططات تحاج بمصر ومعروفه كويس جدا، والمخططات دي في اي طريقه من الطرق عايزه اولا تهجير الفلسطينيين من قطاع غزه للاستيلاء على الدوله الفلسطينيه وعدم قيامها مره اخرى، دخول الفلسطينيين لارض سيناء. يتمنوا الاسرائيليين او دوله اسرائيل او اسرائيل يتمنوا انهم يدخلوا الفلسطينيين الى سيناء لتقسيم سيناء كجزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينيه. احنا طبعا لا نسمح بهذا الامر، ولذلك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حس في هذا الامر بالتحرك الدولي لايقاف او اعطاء هدنه او ايقاف عامه الابادات نقطة الجماعيه. مهمة قوي يا باشمهندس مجدي، موضوع ان هو التهجير الفلسطينيين لسيناء واقامة دولة فلسطينية في سيناء، مش هيحل. ده هيدي الحق لاسرائيل بعد كده ان هيحصل طبعا هجوم
على سيناء. على من أرض فلسطين إسرائيل. على اسرائيل، فبالتالي اسرائيل لها حق الرد. هترد هتبقى فين؟ مصر هترد في دايماً أرض مصر؟ حالة حرب. احنا شفنا احنا عملنا ايه؟ شفنا من هنرجع اسبوعين تاني صاروخ حالات الحرب. وجع في رفح، صاروخ مش عارف بالظبط كده. ده كله ده عباره كله عن كان احتكاكات خارجيه استفزازيه استفزازية. لدخول مصر في هذا وده الحرب. دليل ان في اسطولين امريكيين في البحر المتوسط. ما تقوليش عشان الشعب الفلسطيني، ده طبعا محطوط عشان مصر. هو احنا لتدعيم الصهاينه، تدعيم الصهاينه ضد اي احتلال عربي وخاصه يا باشمهندس. وبعدين دلوقتي مصر المفروض يا جماعه، المفروض ان البلاد العربيه تفوق من الغيبوبه اللي هي فيها، لان كل بلد عربيه فيها قاعده امريكيه. المفروض ان هم يفهموا ما ينفعش ان كل يحارب ويحارب مصر في كل قواعد. قواعد. ما هي اللي حافظه الكراسي بتاعتهم. القواعد لو مشت كل الكراسي بتاعت دول الخليج دي كلها تقع. في كل الاحداث اللي يا جماعة. بتحصل. انا بناشد بس، هو حل الدولتين يا جماعه، هو ده الحل الوحيد والله. يا ريت المجتمع الدولي يسرع بحل الدولتين، يرسم حدود لدوله اسرائيل او دوله صهيون، وحدود للدوله الفلسطينيه داخل الاراضي الفلسطينيه. كلمه اخيره ده الحل الوحيد. كلمه اخيره استاذ وائل. كلمة أخيرة برضو عقبا على كلام الباشمهندس مجدي، إن هو المجتمع الأوروبي والمجتمع العالم كله مش متعاطفين مع القضية الفلسطينية. لا، هو في الشعوب مش في أوروبا، الحكام ولا البرلمانات، مش غير الحكام، الشعوب في العالم كله وخصوصا في اوروبا وامريكا متعاطفين. وهنا في ايطاليا متعاطفين تعاطف تام مع الفلسطينيين. وهنا في ايطاليا متعاطفين انما مع الحكومات لا، ما هي دي المشكله. استاذ اشرف، كلمه اخيره توجهها لمصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عجاله. طبعا انا ما عنديش كلام اقوله غير ان احنا بنساند سعادتك في كل قرار بتنزله وكل قرار بتقدمه لمصرنا ولشعبنا، وباذن الله معاك يا ريس في كل خطوه حضرتك بتخطوها. بنضم صوتنا لصوت تحيا مصر المصريين. ليس هذا باخر لقاء، ولكن اللقاءات تتجدد، وسنكون معكم دائما من قناه المنتدى المصري لنقل الأخبار التي تتعلق بالدولة الفلسطينية. ونتمنى أن يكون هذا الأمر يتخذ المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية وإقامة دولتين، بما معنى دولة لتكون دولة فلسطين مستقلة بقيادتها، وتكون الدولة الإسرائيلية مستقلة بقيادتها. بشكر حضراتكم. وقبل حضرتك ما تشكر، احنا هنا دايما بنقول دايما معاك يا ريس، معاك ان شاء الله في كل الخطوات اللي بتخطوها، وخلفك ان شاء الله حتى في الانتخابات اللي جايه. وتحيا مصر، تحيا مصر. احنا طبعا تحيا مصر تحت قيادتك يا ريس وتحت قياده الجيش المصري. بنقول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: قراراتك صائبه، قراراتك حكيمه. نحن نعلم تماما انك لا تضحي بجندي واحد من اولادك المصريين المستهدفين من اجل هذه الحرب، الذين يتمنون ان تدخل مصر طرف في هذه الحرب. أشكركم، ومن قناة المنتدى المصري سيكون لنا لقاءات أخرى. تصبح على خير، وشكرا لكم. شكرا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هقطع.